ذكرى رحيل الطفل أيمن أو أموني، ابن اليوتيوبر العراقية براء أم أموني. قناتها على اليوتيوب اسمها براء أم أموني، وعلى انستجرام طبعا. نزلت النهاردة 15/7 كان يوم وفاة ابنها. كان أموني ده بالنسبة لها كل الحياة، يشاء القدر إن ربنا يختاره. طفل يعني طير من طيور الجنة، ربنا يرحمه ويجمعها بيه في الجنة إن شاء الله. كتبت على انستجرام: راحل غالي 15/7 وانطفت شمعة حياتنا. زي ما انتوا شايفين كده اللي كتبته على انستجرام، ربنا يا رب يصبر قلبها. طبعا يعني ربنا أكرمها بعد وفاة أموني بطفل تاني، وهي حاليا حامل وفي شهرها التاسع كمان. ربنا يكمل لها على خير يا رب العالمين. ودايما يعني عمرها ما تنسى ابنها. طبعا الأم لا تنسى أبنائها مهما عدى السنين والأيام والليالي. أيام صعبة جدا عليها وبتحاول تقف على رجليها. نزلت برضو 15/7: خسرت أجل ما عندي وطفت شمعة حياتي، بس مؤقتا يا روحي يجي يوم ونلتقي لقاء بدون فراق. يا ماكو بجلاتك يا أبو العيون الحلوة. فعلا كان عيونه جميلة جدا. كان ابن موت، كان يعني ما شاء الله عليه طفل هادي جدا، طفل خلوق جدا. كان عمره لا يتعدى 5 سنوات. ربنا يرحمه، وهو فعلا طير من طيور الجنة. يعني أطلب من حضراتكم الدعاء لوالدته. هو طبعا طفل بريء في الجنة إن شاء الله بأمر الله. بس الأم طبعا عمرها ما تنسى أولادها حتى لو جابت يعني 10 أطفال بعده. فربنا يصبر قلبها. زي ما انتم شايفين دايما كانت بتنزل على انستجرام، وما زالت بتنزل على انستجرام صور ليه وكلمات توجع القلب. فدعواتكم لها هي بالصبر والسلوان. بس كده هو ده يكون خبر النهاردة. طبعا أختها وحبايبها كلك علقوا لها على الصورة اللي هي نزلتها. زي ما انتم شايفين كده بيدعوا لها بالصبر، وبيدعوا الأموني بالرحمة والمغفرة. بس كده هو ده يكون خبر النهاردة. مستنية تعليقاتكم واسيبكم في رعاية الله.